السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل درس سهل وبسيط، تطبيق على الاساسيات بتاعتنا. سهل وبسيط، درس كده بكشكشة في الوسط، ان شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم. وما تنسوش اللي يعجبه الفيديو ويستفاد منه يعمل لايك واشتراك في القناة. اول حاجة انا جايبة 3 متر قماش، 3 متر قماش سي واي. تمام. انا هبدأ ان انا هاخد طول الجيبة بتاعتي، طول الجيبة بتاعتي عندي 108، وهبدأ ان انا اطبقها مرتين. يعني هطبق 108 مرة و108 تاني، هطبق الجيبة متكررة مرتين. طب ليه انا هكررها مرتين؟ لان انا مش عايزة الدرس نازل صك، انا عايزة الدرس بتاعي نازل على واسع شوية، وعايزة في نفس الوقت اخد الكم بتاعي من العرض بتاع اللي هو عرض القماش اللي هو بيتكرر مرتين ده. تمام. فكده انا طبقت الجيبة كده، مطبقة الطول 108 مرة. 108 كده دي يا جماعة بالزيادات بتاعتي، يعني سايبة حوالي 5 سنتي زيادة، يعني هي الجيبة بتاعتي 103. إيه، وانتي بتقصي برضو لازم تاخدي بالك من النقطة دي، ان انتي لازم تسيبي زيادات الخياطة علشان ما يجيش معاكي عجز في الطول او الحتة تبوظ منك. يبقى انا كده خدت الجيبة مطبقاها على 4. خدت الجيبة وهي متطبقة مرتين، علشان زي ما قلتلك هنقص منها، هنقص منها الكم من العرض بتاعها، هتشوفي معايا دلوقتي. والباقي هعمله الجيبة بتاعة الدرس بتاعي من تحت. اول حاجة كده انا هطبق عرض الكم. عرض الكم بتاعي هعمله حوالي 24 سنتي. هطبق عرض الكم اهو، عرض الكم من عرض القماشة انا كده فردتها خالص، وهبدأ اخد من ناحية واحدة كده هطبق عرض الكم بتاعي 24 سنتي. وهبدأ ان انا اظبط المقاس بتاعي، وهبدأ ان انا اخد طول الكم. طول الكم عندي هعمله حوالي هو 60، انا هعمله 65 لاني لسه هركب استك في الكم من تحت. فهحدد طول الكم وهعمل الخط كده عند طول الكم، وهبدأ ان انا محيط الكم او عرض الكم كان 24، ده كده نصه يا جماعة، مش كله. هاخد النص عند ال12، بحدد نص الكم، وبعدين باخد سقوط الترمبة كده او سقوط الكم عند ال12 سنتي، وباخد خط لحد راس الكم من فوق. فطبعا هنا الخط اللي مايل ده قابل الخط بتاع النص في نقطة، النقطة دي اللي انا ببدأ ادور من عندها الكم. باخد من الخط المايل نص سنتي كده متدور لتحت، وباجي عند خط الوسط وببدأ اخد دوران كده، بطلع بالدوران لحد فوق. هاخد بقى من تحت من عند المعصم، لو المعصم بتاعك 12 سنتي او الاسورة 12 سنتي، لا انا هعملها حوالي 16 سنتي لان انا هركب استك. فطبعا الاستك بيلم معاكي الكشكشة شوية. تمام. وببدأ اخد من طول الاسورة كده او من عرض الاسورة لحد بالمسطرة كده او بالمزورة خط لحد فوق اهو، زي ما انت شايفة كده، خط لحد فوق اللي هو لحد اول حردة الكم. تمام. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم، وان شاء الله هعمل لكم فيديو مفصل للكم باذن الله. كده انا خدت الفرطة بتاعه الوسط بتاعه الكم، علشان الفرطة دي انا بستخدمها وانا بركب، ان انتي بتركبي الفرطة دي عند الكتف بالظبط، بتسهل عليكي شوية. كده انا قصيت الجزء اللي باقي من الكم، هنخليه لو احتاجناه نطلع منه حزام ولا نطلع منه اي حاجة. وهبدأ ان انا الجزء الباقي بقى ده بتاع الجيبة اللي انا خدت من عرضه وهو متطبق مرتين، خدت من العرض بتاعه الكم. هبدأ ان انا بس هساوي القماشة بتاعتي كده، وهفتح القماشة من فوق لان احنا مطبقينها مرتين، فالقماشة مفتوحة مقفولة معايا من فوق. هفتح القماشة بتاعتي كده من فوق، وهبدأ ان انا اطبق بقى القماشة دي على 4. تمام. اتمنى تكونوا كده فاهمين معايا ويكون سهل وبسيط عليكم. هطبق القماشة كده على 4، هظبطها بس القماشة معايا هسويها واظبطها. وهبدأ ان انا اخد بقى الوسط بتاعي، الوسط هنا انا هعمله فيه كشكشة يا جماعة.
فطالما هعمل فيه كشكشة هزود عن الوسط شوية. طب هزود قد ايه؟ على حسب اللي انت عايزاه. هل انت عايزة كشكشة كتيرة ولا كشكشة وسط مش كتير؟ يعني لو انت مش عايزة كشكشة كتيرة بنزود قد القماش مرة ونص، ودي كده كشكشة بتبقى معقولة، وهي دي القاعدة بتاعت الكشكشة. لكن انت لو بتعملي تل مثلا، بتعملي تل وحاجة كده انت عايزاها منفوشة جامد ومكشكشة فيها كشكشة كتير، بتعملي قده مرتين. فكده انا هنا مش عايزة كشكشة كتير، فانا عملت الوسط. لو عندي النص مثلا 40، فانا بعمل النص حوالي 60 سنتي. وخدت كده من نقطة الوسط، خدت على مفيش كده على اخر القماشة، علشان يكون معايا الدرس واسع من تحت. مش عايزة الدرس يكون مش نازل صك. وهبدأ بس ان انا هساوي البوز كده بتاع الدرس شوية من تحت. دي كده الجزء بتاع الجيبة، الجزء اللي تحت وعليها الكم. يبقى كده باقيلي الوسط بتاع او الصدر بتاع الدرس. هبدأ ان انا اطبق على قد عرض الصدر اللي انا عايزاه. دوران الصدر، انا عندي دوران الصدر كان 100، فانا هطبق القماشة مثلا هخليها متطبقة وهي 50. لا، هزود مثلا 5 سنتي كمان، هخليها 55. هعودي نفسك ان انت ما تطبقيش الحاجة بالظبط على المقاس اللي انت عايزاه. لا، خلي معاكي وسع براحتك تقصي فيه براحتك. كده انا مخليه جزء مفتوح وطبقت عليه الجزء المقفول، بس الجزء المفتوح انا مخلياه طالع سنتي كده لبره عن الجزء المقفول، لان انا هركب فيه سوستة، هركب سوستة في الخلف. انا بس هساوي كده القماشة بتاعتي علشان هبدأ ان انا اقص. اللي انا بخطط لكم عليه ده الجزء بتاع السوستة علشان يكون واضح ليكم. انا سايبه حوالي سنتي ونص كده مقدار تركيب السوستة، هركب سوستة سحرية. وانا هبدأ لما هاجي ابدأ مقاساتي هبدأ من الجزء المقفول، مليش دعوة بالجزء المفتوح. الرقبة 8 سنتي، عرض الكتف 20 سنتي. باخد كذا نقطة كده عند ال20 سنتي علشان الخط يطلع معاكي مظبوط. سقوط الكتف ثابت يا جماعة 3 سنتي. خدت حردة الجيرو حوالي 22 سنتي. هعمل كده دوران الرقبة دوران بسيط. هوصل من اخر الرقبة كده لحد سقوط الكتف، ده الكتف. هعمل دوران الجيرو اهو، بتاخديه بانسيابية كده، ملهوش قاعدة قوي، بس انتي بتاخديه. لو مش بتعرفي تعمليه هاتي المسطرة بتاعت الجيرو، هتسهل عليكي كتير. طبعا الوسط ليه مقاسين، ان انتي تكوني واخداه من عند الرقبة او تكوني بعد حردة الجيرو ب15 سنتي، ده كده نقطة الوسط. تمام. آه بس انتي لو مش هتعرفي برضو تظبطيها، خليكي يكون عندك نقطة. خدي طول الوسط، طول الوسط بتاعك، وهو ده طول الوسط. لحد طبعا عندي فيديو ازاي تاخدي المقاسات، ارجعي له وان شاء الله يكون سهل عليكي. انا هنا وسعت الوسط، وسعت فيه حوالي 3 سنتي عن المقاس المظبوط بتاعه، لان انا هعمل فيه زي بنس كده على المقفول. فعلشان لما تعملي البنس بتاعتك ما يضيقش منك الموديل ما يضيقش وما يبقاش الوسط ضيق. فانا عملت زيادة في الوسط بعد ما خدت مقاس الوسط اللي هو 22 سنتي، او كان حوالي 23 سنتي، انا عملته 27 سنتي اهو. لو واخده بالك انا عامله خطين، قصيت عند الخط التاني. هبدأ بقى احدد مقاس البنسة بعد 10 سنتي من الجزء المقفول، وهعمل فورطة كده صغيرة بالمقص في الاربع طبقات علشان تعرفني انا هعمل البنسة فين. دي كده بقى الحردة الأمامية، بنزل 10 سنتي فرق عن الحردة الخلفية، وببدأ ان انا اقص الحردة الأمامية فقط. الحردة الخلفية محطوطة تحت اهي، مش مقصوصة، انا قصيت الحردة الأمامية فقط. ودي الفرطة بتاعة البنسة اللي انا هعمل عليها البنس. ده كده الجيبة، ده كده الكم، ده كده الصدر. واحدة واحدة كده، وان شاء الله ربنا يكرمك وهتوصلي بإذن الله، ما تيأسيش ان شاء الله. كلنا في البدايات بتاعتنا تعبنا وكانت في حاجات بتقف قدامنا، وان شاء الله ربنا هييسر، بس انتي حطي هدف قدامك وان شاء الله هتوصلي له. كده انا بس هقص حتة قماشة مستقيمة كده علشان هنضف بيها الرقبة، هعملها زي بيه. والجزء الصغير ده هعمله زي اللوكسة بتاعة الحزام اللي احنا بندخل فيها الحزام.
وعودي نفسك لو مش هتقفلي القطعة على طول تربطيها علشان مفيش حاجة تتوه منك او تضيع. دلوقتي كده انا جيت على المكنة، هبدأ ان انا اقفل على المكنة بتاعتي. هاخد اول حاجة الجيبة، هقفل الجنبين بتوعي، هقفل الجنبين بالطول. تمام. وبعد ما اقفلهم، لو اللي عايزة ممكن تقفلي مثلا جنب وتكشكشي وبعدين تقفلي الجنب التاني. وعودي نفسك لو متوفر عندك مكنة السرفلة اللي هي الاوفر، ان انتي اي حاجة تخيطيها قبل ما تركبيهم في بعض تنضفيها بالاوفر، بيديكي شكل حلو للدرس ومن جوه بعد ما تقفل. افضل من ان انتي تقفلي القطعة كلها على بعض وتبدأي تعملي اوفر. هنا انا كده خلاص قفلت، بقفل الجنبين وهبدأ ان انا هعمل كشكشة في الوسط. لو انتي مش بتعرفي تظبطي الكشكشة بايديكي، هاتي دواس للكشكشة وركبيه بدل الدواس العادي، هيظبط معاكي الدنيا لحد ما انتي تبدأ ايدك تاخد على الكشكشة. يعني ما تصعبيش على نفسك حاجة او تقولي لا مش هعرف اعملها او دي صعبة مش هعرف اظبطها. انا هنا ببدأ كده خلاص انا خلصت الوسط بتاعي، الجزء اللي تحت ده كده الجزء بتاع الاستيك انا عملته سرفلة من تحت، وببدأ ان انا اركب عليه الاستيك وبشد الاستيك بتاعك. يعني مش مقاس معين، انت بتشدي الاستيك جامد لحد ما بتوصلي للمقاس اللي انت عايزاه. وبعدين ببدأ ان انا اقلبه تاني وارفيه تاني واظبطه علشان يظبط معايا. دي كده الطريقة دي حلوة عن ان انت تدككيه، لان لما بتدككيه الاستيك بيلف من جوه. تمام، الاستيك بيلف معاكي من جوه. بعد ما ركبت الاستيك على المفتوح، بدأت ان انا اقفل الكم بتاعي. قفلت الكم، هعمل الكم التاني بنفس الطريقة اهو. ان انا هبدأ احط الاستيك على الظهر الكم وهو مفتوح، وهبدأ اشده كده، اشد الاستيك كويس. وهبدأ ارجع ارفيه تاني. تمام. وبعد ما خلصت بقص طبعا الاستيك، خدت المقاس اللي انا عايزاه. هبدأ ان انا اقفل الكم بالطول بتاعي اهو كده. هقفل الكم بالطول بتاعي كده. انا عملت الكمين وقفلتهم وعملت الجزء بتاع الجيبة. هبدأ ان انا اخلص الجزء بتاع الوسط، فانا هفك دواس الدواس العادي اللي هو بالرجلين، وهركب دواس السوستة. دواس السوستة اللي هو ناحية واحدة يا جماعة، ده بيسهل عليكي علشان السوستة السحرية تطلع معاكي تقفلها حلو، تطلع معاكي مش باينة تقريبا. انا اهو انا هركبها معاكم دلوقتي وان شاء الله تطلع معاكم مظبوطة وسهلة. وما تخافيش من تركيب السوستة. ان شاء الله سهل وبسيط. بس انت هاتي دواس السوستة ده للسوستة السحرية. انت دواس السوستة بتلاقي الابرة بقى زنقة السن بتاع السوستة، فبتبدأي ان انت تقلبي سن السوستة كده بسهولة كده زي ما انا عاملة، وبتدوسي عليها بالابرة، لان انت كده شلتي رجل من الدواس، فانت كده لازقة في السوستة على طول. وهو ده الحاجة اللي بتخلي السوستة تطلع معاكي مظبوطة تمام، وما فيهاش السوستة مش باينة من ورا ان انت مركبة سوستة. اهو ان كده حتى لو الناحية التانية دواس، انا باخدها من فوق وبرجع اجيبها تاني من تحت، اللي هو يكون سن الابرة هو اللي عند سن السوستة، وازنق على سن السوستة جامد. حتى لو هتقلبي سن السوستة كده بايدك شوية. دي الطريقة ان شاء الله لو جبتي دواس السوستة وركبتيه بالطريقة دي، ان شاء الله السوستة السحرية هتطلع معاكي مظبوطة ما فيهاش اي اخطاء خالص ولا اي حاجة. انا بس هنا بقفل الجزء اللي تحت لان السوستة ما جابتش معايا لحد اخر الوسط. تمام. دي كده انا قفلت الجزء اللي تحت بتاع السوستة، كانت حوالي حتة 3 سنتي مش كتيرة. وهبدأ ان انا دلوقتي بطبق بقى الدرس اهو على الفرطة اللي انا عاملاها بتاعة البنسة. وببدأ ان انا اعمل ادوس كده بسنتي من تحت وبطلع على ما فيش. طيب طول البنسة قد ايه؟ انا مش عايزة اتوهك لان هي بتبقى ليها حسبة، لكن انتي لو عايزة تعملي طول البنسة خديه لحد اول خط الجيرو. يعني هي دي كده مقاس البنسة المظبوط، خديه لحد اول خط الجيرو. لو بنسة المقفولة كده هتبقى ظابطة معاكي والدنيا تمام ومفيش مشكلة بإذن الله. هنا بس انا ما عملتش طبعا، انا قفلت الجزء بتاع الجيبة وما عملتش الكشكشة بتاعة الجيبة. هبدأ بقى اعمل الكشكشة بتاعة الجيبة اهي. بصي انا بعملها بايدي، يعني انا مش عامله لها قاعدة. انت بتبداي تاخدي القماشة كده وبتكشكشيها بايدك وبتدوسي عليها بالمكنة. لو انت مش هتعرفي تعملي كده، في ان انت تفتحي
الغرزة بتاعة المكنة على 5 وتخيطي بسرعة بسرعة بسرعة، وبعدين تطلعي وتعملي فتلة، تشدي منهم فتلة وتبدأي تكشكشي بالفتلة. هبقى اعمل لكم ليها فيديو تاني ان شاء الله، بحيث ان انتي يكون معاكي كل الطرق. لان بصراحة أنا الكشكشة دي يعني معظم الموديلات بتيجي فيها الكشكشة، خصوصا فساتين الاطفال. ان شاء الله كده تكون ماشيين معايا والدنيا كويسة معاكم. ولو في اي حاجة مش مفهومة ابعتولي، وان شاء الله هحاول اعمل لكم ليها فيديو مفصل اسهل عليكم باذن الله النقط اللي انتم مش فاهمينها. كده خلاص انا خلصت الجزء بتاع الجيبة اللي تحت. انا بس بعته يتكوي علشان الكشكشه تظبط معاكي. ما تستخسريش في شغلك ان انتي مثلا تكوي الحته او كده. لا، المكوى يا جماعه بتفرق جدا 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 في الشغل، وبتظهر الشغل بتاعك. كده خلاص انا خلصت الخلف وركبت له السوسته. هبدا ان انا اركب بقى، جبت الامام وهركب الكتفين. خيطت الكتفين مع بعض وهخيط الجنبين. بس طبعا هخيط جنب واحد، وقبل ما اخيط الجنب التاني هعمل البنس بتاعة الامام لان انا ما عملتهاش. برضو بنفس الطريقة باجي عند الفرطة اللي انا خدتها وبعمل البنس بتاعتي اهو، وبطلع كده سنتي من تحت وبطلع على ما فيش لحد اول خط الباط او خط الجيرو. فطبعا انت كده عملتي واحدة، التانية بقى بتظبطي مقاسها على اساس المقاس الاولاني. تمام، على اساس المقاس الاولاني بتاعك بتظبطي البنسة التانية. كده خلاص انا قفلت الصدر بتاعي وكملته، وطبعا انا كنت مجهزة الكمام. وكده الجزء بتاع الجيبة جاهز. مش هتعملي حاجة غير ان انت هتبدأي بقى تقفليهم في بعض. ده كده الحزام اهو. طبعا احنا عارفين ان احنا بنخيطه على ظهره، وبخيط من الجنبين وبسيب فتحة في الوسط كده حوالي سنتي، هي دي اللي بقلب منها علشان الحزام يكون شكله نظيف معاكي من الناحيتين وما يكونش فيه خياطة خالص. دلوقتي انا هبدأ بقى اقفل الدرس كله مع بعض. انا دلوقتي هقفل اول حاجة الكم. بتجيبي الصدر بتاعك وبتخليه على ظهره، وبتقلبي الكم على وشه، وبتبدأي ان انت تدخليه جوه الكم، جوه الصدر بتاع الدرس. تمام، بنحط خياطة الكم عند خياطة الجنب بالظبط علشان تطلع الخياطتين بتوعك متساويين مع بعض. هركب الكم التاني بنفس الطريقة. وانتي بتركبي خلي بالك ان الفرطة اللي احنا عاملينها في وسط الكم هي اللي تيجي عند خياطة الكتف، ما يكونش مرحلة ولا حاجة، علشان الكم يطلع معاكي مظبوط وشكله كويس. وبتبدأي ان انتي تحطي زي ما قلت لك خياطة الكم عند خياطة الجنب، وبتبدأي تلفي بالكم بتاعك جزء جزء. وكده الكمين اتركبوا. ركبي الكمين قبل ما تركبي الجيبة والجزء اللي تحت علشان تكون خفيف على ايدك، ما يكونش الدرس تقيل على ايديكي. هنا هركب بقى البيه او هنضف، هعمل تنظيف للرقبة. انا باخد الشريط اللي انا قصيته اهو، وببدأ ان انا الف بيه، بخلي الجزء كله ناحية الدرس، وببدأ ان انا اثبته في وش الدرس بتاعي. يعني مش بثبته من جوه، مش على ظهر الدرس، لا انا بثبته في وش الدرس. وببدأ ان انا اخد الدوران بتاعي كده كامل. وبعدين بعد ما خدت الدوران من اول السوستة لحد اخر السوستة، هبدأ ان انا بقى ارفيه اهو. قلبت كده رافية من جوه، رافية علشان تطلع معاكي مفيش خياطة الرقبة، ويطلع معاكي مظبوط وشكله حلو، تكون يعني الرقبة متنضفة وشكلها حلو. اهي كده انا بدوس بعملها رافية من جوه رافية، وبدخل الخياطة بتاعتي اللي انا عملتها بدخلها لجوه. تمام، وهبدأ ان انا الف بيه بخياطة بالشريط كله. إيه، علشان الخياطة لو الخياطة بتاعتك تكون حلوة. لو انت عايزة تعملي بقى تنظيف للرقبة مفيش مشكلة، اعملي الطريقة اللي انت حباها او على حسب صورة الموديل بتاعك. كده خلاص انا هبدأ ان انا اثبت الوسط بقى اللي فوق بعد ما ركبت له البييه والكمام وبقى جاهز كده ما فيهوش اي حاجة. هثبته بقى في الجزء بتاع الجيبة اللي تحت. الجزء بتاع الجيبة اللي تحت بيكون مقلوب على ظهره، وبدخل الصدر بتاع الفستان مقلوب على وشه، بحيث ان الوش يكون في الوش يا جماعة. كل ما بتيجي تخيطي حاجة في حاجة، كم او صدر او اي حاجة، بيكون وش القماشة في وش القماشة علشان يطلع الوشين مع بعض، والخياطة هي اللي على الظهر. انا كده بلف بخياطة الوسط، بثبت الوسط بتاعي في اللي هو الوسط اللي فيه كشكشة شوية في الصدر بتاعي اللي فوق.
وكده الفستان هيكون معايا خلص. ده كده الحزام اللي هو اتحط قدامي دلوقتي كده، ده الحزام. ان شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم. إيه ما شاء الله، هو ده الدرس في الاخر طالع نتيجته حلوة، طالع إيه ما فيهوش اي حاجة كده، ان شاء الله تكون صعبة عليكم بإذن الله. اتمنى اللي استفاد من الفيديو يعمل لايك واشتراك في القناة ويكتب لنا كومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.